السلام عليكم. معكم كارس ياسين. في هذا الفيديو غادي نتعرفوا على الطريقه كيفاش تدخل حموله طويله من باب ضيق بطريقه احترافيه، وكتكون غالبا يا اما خشب او الومنيوم او حديد او بلاستيك. لاحظ الطريقه كيفاش غتتم وغنشرحوا بالتفصيل. خليكم معايا. كيف شفتوا معايا، هو الزيار جيت اليمين لان هذاك الحيط عنده خاوي، عنده اتساع، والجهه اللي على اليسار كاين هذيك الكونطونير، ويمكن هذاك باريار، يعني عامره ما عندوش كيفاش يدخل من تما. اللي خاصك تعرف هو ان بجوج الاتجاهات صحاح، يا على اليمين يا على اليسار. كل ما كانت هذيك الكونطونير وهذاك الباريار كان اتساع تما، راه يمكن لك تزير اليسار وتدخل، وتزير اليمين كيف دار هو وتدخل. يعني الاتجاهات بجوج صحاح. هنا فاش الدور لابد تزير على الحيط. الكلاك خاصو يلصق على الحيط، ماشي غير غتزير، خاصو يلصق باش داك الشي اللي شايط على اليسار اللي كتشوف فيه خاصو يدخل. كل ما زيرتي اليمين حتى الاخر كل ما غادي يبقى لك اتساع فين تدخل. نزيد نعطيك الاحترافيه اكثر. العبار اللي بقى على برا خاصو يكون قصر من العبار اللي دخل مور الحيط. كيفاش؟ شنو كنقصد؟ كنقصد فاش تبغي تهز الحموله حاول ما تهزهاش من الوسط، زيد جهة اليسار. كل ما كان قصير هذاك جهة اليسار كل ما غادي تدخل بالزربة، يعني غادي تدخل باحترافية، غادي تدخل مزروب، ما غاديش تبان واحد. فهمتي؟ وماشي كنقول لك لما هزيتيهاش من الوسط العبار ديالك راه ما غاديش تدخل، غادا تدخل، ولكن باش تدخل مزروب واحد شويه بطريقه احترافيه اكثر خاص داك اليسار يكون قصير واحد شويه. يعني حاول هذاك جهه اليمين، الحموله اللي من جهه اليمين تكون اكثر من هذه ديال اليسار. راك شفتي اليسار هو اخر حاجه دخل، يعني هذاك اليمين عنده اتساع بزاف، راه دخل على الطول، دخل ودار على اليمين. وهذاك اليسار كل ما كان قصير كل ما غادا تدخل سهله، وكتتم العمليه سهله. وهذا كان الدرس ديالنا ديال اليوم. كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذه المعلومات. ما تنساش تشترك في القناه لما مازال مشتركتيش، ودعم الفيديو باللايك، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.